فضل شهور يدور على شغل من بعد الفجر لحد صلاة العشاء، وكان بيلف الشوارع ويطلب شغل من بوابين العمارات المبنية جديد، وأهله كانوا شايفينه مجنون، وخطيبته الأولى سابته، وأبوها قال له يا ابني أنت ما تقدرش تفتح بيت. ومثل أعلى كان عبد الغفور البرعي، وشغلانة في التجمع الخامس غيرت حياته، وبيقول عن نفسه أنا ديليفري رزق لناس تانيين. حكاية هاني سعد أشهر وأغنى مهندس ديكور في تاريخ مصر، يلا بينا نشوف. اسمه بالكامل هاني محمد سعد، ودرس الهندسة المعمارية لمدة 5 سنين في جامعة مصر الدولية، وبعد التخرج قرر يشتغل لوحده ورفض يدور على شغل في مكتب أو شركة، وأهله اتجننوا من قراره، خصوصا باباه اللي كان غضبان جدا جدا على الآخر، ومامته فضلت تقنعه ينزل يتدرب في أي شركة، لكن مرضيش وقال لها هيجي اليوم اللي هيبقى عندي شركة وناس وعربيات. ومامته قالت له يا ابني ربنا يرزقك، لكن بأمارة إيه؟ قرر هاني يدخل التحدي ده، وعمل كارت لنفسه عليه اسمه وعنوانه ورقم تليفونه، وطبع أكتر من 10,000 نسخة، ونزل من بعد صلاة الفجر لحد صلاة العشاء يوزع على البوابين، وكان يعني وكل بيت مش متشطب يطلع على البواب ويقول له أنا هاني سعد مهندس تشطيبات وديكور، لو صاحب البيت طلب منك أو لو صاحب البيت عايز حد يشطبه له. ولمدة 6 شهور ما جالوش ولا مكالمة واحدة، وكانت دي لحظة اليأس الأولى، وقال يبقى أنا غلط، وقرر أخيرا يعمل سي في لنفسه ويروح لشركة. لكن يجي له تليفون من واحد صاحبه ويقول له التجمع يا بيت التجمع الخامس وعاوز مهندس ديكور. فراح له وعلى طول حدد ميعاد معاه وراح. والراجل سأله انت عملت شغل قبل كده؟ قال له ما عملتش. قال له طب يا ابني مكتبك فين؟ قال له ما عنديش مكتب. الراجل كان هيتعصب وكان هيشتمه، وقال له يعني انت يا ابني جاي تجرب فيا؟ قال له بص يا فندم انا هعمل لك اوفر، هعمل لك الديزاين من غير ولا منديل، وشوف لو عجبك نبدا ننفذ. قال له طب ماشي ابدا. عمل الديزاين والعميل شاف الديزاين وعجبه وقال له يلا بينا ننفذ وخد الفلوس اهي. لكن هاني وقتها شجع تاني وقال له مش عايز فلوس. لكن بدات مرحله تانيه صعبه اللي هي ينفذ ازاي. نزل بقى الشارع وفضل يدور على صناعيه كهربائي ثم نقاش ثم نجار. الصناعيه بدات تجيب بعضها والشغلانه بدات تتسهل شويه بشويه لحد ما بقت الشغلانه زي الفل. وهنا يعني وصل لمرحله الصفر زي ما بيقولوا، كانت التارجت بتاعته من بعد ما ابتدى من بعد الصفر لحد زي ما بيقول، وشويه وعمل شنطه العربيه بتاعته المكتب بتاعه. وفي الفتره دي كان خاطب، لكن اهل خطيبته فسخوا الخطوبه عشان شايفينه مش مسؤول نتيجه اللي بيعمله من بعد التخرج. ولكن كان عنده شقه دور ارضي بجنينه صغيره بابا عملها له للجواز يعني، فقرر يحولها المكتب بعد فسخ الخطوبه، بس ما كانش معاه امكانيات يفرش المكان طبعا، فعمل اوضه بس من الشقه مكتب، وجاب الكمبيوتر بتاعه من البيت يشتغل عليه، وفضل يطور حته بحته لحد ما جاب اول موظف وشغلانه جابت الثانيه. لكن علشان يتفرج على التصميمات كان ينزل يلف في الكومباوندات ويتحايل على الامن يدخلوه. شويه يدخلوه وشويه يشتموه ولما الدنيا اتحسنت فكر يعمل دعايه لنفسه. ايامها كانت وسيله الدعايه طبعا الوحيده اللي هي ايه الكتالوجات اللي هي بتتعرض في المعارض، وراح للشركه المسؤوله عشان يعمل اعلان لنفسه في كتالوج من الكتالوجات يعني، وطلبوا منه نماذج عشان يعرضوها. طبعا لما شافوا الشغل ما حدش كلمه، ولما اتصل يعني يسال قالوا له السنه الجايه عشان مفيش مكان، وطبعا الكلام ده مش صحيح. لكن هاني صمم يروح يقابل المسؤول وقال له انا عارف ان الشغل ما عجبكش يا فندم، بس انا عملته لوحدي بدون اي مساعده، بس لو وقفت جنبي اوعدك مش هتندم، لان في يوم من الايام هكون اهم واحد في مصر في المجال ده، واسمي هيبقى نار على العالم زي ما بيقولوا. وقال له انا هبقى جدير انك انت تبقى واقف جنبي يعني تقف جنبي. لكن الراجل بعد ما سمع الكلام قال له بص انا مصدقك مش عارف ليه، لكن شغلك فعلا عمل الاعلان. وعدت الايام ونفس الشخص شافه وهو بينجح وشركته براند على مستوى العالم كله بلوجو الاسد، والسر في لوجو الاسد ان هاني سعد مقرر من بدايه المشوار يبقى الملك والمسيطر، وبعد 21 سنه بقى الملك بحقه حقيقي، وعمل 1000 مشروع في مصر وافريقيا والشرق الاوسط عموما. وكتاب نجاحه بيلخصه في 3 حاجات: حسن الظن بربنا والطموح العالي والسعي. ورغم كل النجاح والثروه شايف انه ما عملش حاجه، وامنيته الوحيده باباه كان يشوفه وهو ناجح، وبيقول كان نفسي ابويا الله يرحمه يكون مقتنع بيا ويشوفني دلوقتي. هو ما شافنيش في مرحله النجاح وعمره ما كان يتخيل اللي وصلت له. وعلى المستوى الاجتماعي هاني سعد متجوز من الفنانه درة، وعنده اولاد من زواج سابق يعني، ومن 20 سنه بيصحى 6 الصبح في الايام العاديه والاجازات وحتى المصيف، وما بيلبسش غير هدوم لونها اسود ودولابه كله اسود، ومتعه حياته في العربيات، وكل ما يحس انه عمل حاجه كويسه في شغله بيكافئ نفسه بعربيه. واول عربيه جابها كانت ميتسوبيشي باو 96، ودلوقتي عنده جواز فيه افخم عربيات واغلى عربيات. فعلا تحيه لكل نموذج ناجح. ادعوا لنا بالتوفيق والنجاح، وما تنسوش تشتركوا في القناه تحت، ان شاء الله بيكم للنجاح.